ولا مكرونة بشاميل ولا نجريسكو. تعالى أعرفك على صينية ستي الشهيرة اللي كانت بتعمل بيها أحلى العزومات. كل اللي ياكلها من إيديها يقول لها الله دي معمولة إزاي. والناس كانت تستغرب جدا الميكس ما بين البطاطس والمكرونة، سواء بقى بعصاج اللحمة أو الفراخ. فالصينية دي منجزة في 10 دقايق بس هتعمليها. سمي الله، صلي على رسول الله. شجعيني بأجمل لايك، وشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك، واكتبيلي في الكومنتات تعرفي صينية البطاطس بالبشاميل بالطريقة دي ولا لأ. معايا كده حوالي كيلو ونص من البطاطس. ابتديت اقطعهم كده لاني انا هسلقهم. هحط عليهم بقى ميه وشويه ملح وهسيبهم بقى على النار لغايه ما البطاطس تستوي كويس جدا جدا. معايا بقى كده حوالي تلت كيس من المكرونه، حفنه بسيطه كده من ايديكي، وبتتعمل بالمكرونه الاسباجيتي. حطيت في الميه ملح وزيت عادي جدا، وهسيبها تتسلق 7 دقايق. معايا بقى نص كيلو من الفراخ، حطيت عليه بصلايه وقرن فلفل، وابتديت افرم الفراخ عشان هنعملها بعصاج الفراخ. شويه سمنه كده طشيت فيهم الفراخ، وهحط التوابل. حطيت فلفل اسود، كزبره ناشفه، ملح، وحطيت كمان توابل الفراخ المشويه، وده ادى عصاج الفراخ طعم حلو قوي. عصاج الفراخ ده حلو جدا، تقدري تستخدميه في كل الصواني اللي انت عايزاها. ادي البطاطس اهي جهزت معايا، لازم تتسلق كويس. وهحط لها بقى معلقتين سمنه كده محترمين، هي بتاخد سمنه شويه عشان تبقى طريه وطعمها حلو. ومعايا كده بيضتين، وهبتدي انزل بيهم تدريجيا، سواء بقى مضرب كهربائي او مضرب يدوي. اشتغلي على طول. انا عايزه البطاطس دي تبقى كريمه، حطيت لها كمان نص كوبايه من الحليب مع شويه ملح وشويه فلفل اسود لغايه اما تبقى كريمه معايا بالشكل ده. بالنسبه بقى للبشاميل، هحتاج نص كيلو من الحليب، عليه 3 معالق من الدقيق، عليه 3 معالق من الزبده، مرق الدجاج، وملح وفلفل اسود، وهرفعه على النار لغايه ما يتقل. جبت بقى صينيه سواء بايركس او الومنيوم، وهبتدي على طول ادي وش حلو من السمنه، وهفرد اول طبقه من البطاطس دي. كل ما كانت رقيقه كانت حلوه زي المكرونه بشاميل كده. فردت البطاطس، وباستخدام الميه بفرد البطاطس سهله قوي. حطيت راق من المكرونه الاسباجيتي، وبعدين نزلت بعصاج الفراخ، واحط راق تاني من المكرونه الاسباجيتي. ما تستغربيش الميكس ما بين البطاطس المهروسه والاسباجيتي، بجد خطيره. اضافه مني بقى تيتا ما كانتش بتعملها، ان انا بحط جبنه موتزاريلا في النص كده، بتدلع صينيه البطاطس بالبشاميل جدا. هحط بقى الرق التاني من البطاطس، زي ما قلت لك رققيها. الصينيه مش هتاخد معاكي ازيد من كيلو ونص من البطاطس. بصوا بقى، اهم حاجه البطاطس بتاعتك تبقى ايه، طريه بالاضافات اللي حطيناها. نزلت برق البشاميل، دخلتها الفرن كده. اول ما خدت لون طلعتها، واديتها وش تاني من الجبنه الموتزاريلا، ودخلتها تاني. اللهم بارك، مش قادره اوصف لك كريمه ازاي. وما تتاكلش يا جماعه غير وهي سخنه كده لسه خارجه حالا من الفرن. لذيذه وشهيه جدا، سواء عملتيها بعصاج الفراخ او عصاج اللحمه المفرومه، فهي طعمها لذيذ جدا. وتيتا الله يرحمها ما كانتش بتحط طبعا جبنه موتزاريلا لا في النص ولا فوق الوش. كانت بتدهن الوش كده يا صفار بيضه يا شويه قشطه، وما شاء الله عليها لذيذه في كل احوالها. حبايب قلبي، اتمنى تكون الطريقه عجبتكم، اوصيكم بالدعاء، متابعتكم اكبر شرف ليا. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.